اتنين عاوزين يعني كلمه من مستر كريستيان جروس النهارده في ذكرى تاسيس نادي الزمالك ال 114. So a very intensive game with a lot of 1v1s on the pitch, like expected, like a very intensive game. I knew that they are going to risk more in the second half, so we had also a little bit more space going forward. Second half, unlucky that we couldn't score this big chance we had. But in the first half, we missed a lot of precision on our crosses and also the presence in the box. So to draw, I think tonight it's fair, and we keep going, working hard that we can improve, especially the offensive part in our game. بسم الله الرحمن الرحيم. هو مبدئيا بيقول هو كان متوقع انه يبقى ماتش صعب، وبالفعل كان ماتش صعب. كان في الماتش كان فيه مواقف واحد ضد واحد كتير جدا. الناحيه البدنيه كانت عامل مؤثر للفريقين. في الشوط الثاني هو شايف ان الفريق المصري جازف شويه عشان كان بيحاول يجيب جول، في مجازفه شويه من الناحيه الهجوميه، دخل قال لنا مساحات وجات لنا، يمكن ما جاتلناش فرص كتير بس كان في فرصه كبيره جدا كانت ممكن تفرق معانا، الكره بتاعت عبد الله السعيد. الشوط الاول هو شايف ان احنا كنا المفروض نحسن حته التواجد جوه منطقه الجزاء والعرضيات، ان احنا نتقنها اكتر ونبقى متواجدين بكثافه اكتر في منطقه الجزاء. وهو شايف ان في الاخر اللي شافه في الماتش ان هي نتيجه عادله يعني للفرقتين. حمزه المسلوسي قبل مستر جلوس كان حمزه لاعب اساسي في فرقه الزمالك وكان عنصر مهم. المستوى اللي مستر جلوس الاداره الفنيه وشايفينه ما بيلعبش خالص مع مستر جلوس، ايه السبب؟ Look, I have a big squad. هو معاه سكواد كبير، معاه عدد لعيبه كبير. And tonight again we kept the clean sheet. النهارده قدرنا ان احنا نحافظ على الكلين شيت، نحافظ على نظافه شباكنا. We need to improve our offensive game. محتاجين نتحسن في الشغل الهجومي. And he will get his chance. فرصته كده هتيجي ان شاء الله. His defensive is certainly a very important player for Zamalek. هو لعيب مهم جدا للزمالك. I'm always looking for how we can get forward also. هو بيفكر برضه زي ما بيفكر في الناحيه الدفاعيه، لازم يفكر برضه في الناحيه الهجوميه. A good defense is always the best part to be successful up front. اي حاجه لازم تبقى دفاعيه كويسه عشان نقدر نفكر في الاجزاء الثانيه، لازم يبقى فيه دفاع متماسك ودفاع قوي. We need to work hard again. محتاجين نشتغل ومحتاجين نتحسن. مستر جروس هارد لك النهارده النتيجه. النهارده لاول مره بنشوف اللاعب محمد عاطف بينضم لقائمه الفريق وشفناه متواجد النهارده. هل ده معناه ان احنا الفتره اللي جايه ممكن نشوف فرصه للاعيبه الشباب زي محمد عاطف بالتحديد، وخصوصا ان المدرب بيحب اللعيبه المهاريه؟ ده رقم واحد. رقم اتنين عاوزين يعني كلمه من مستر كريستيان جروس النهارده في ذكرى تاسيس نادي الزمالك ال 114. First of all, of course, if a young player catches my eyes during training sessions, of course. لو حد من اللعيبه الصغيرين لفت انظاره في التمارين اكيد هياخد فرصته. They must improve. لكن كله لازم يتحسن. Because the demands of being a first team player somewhat are huge. لان انت عشان تكون لعيب فريق اول في نادي الزمالك انت متطلب منك حاجات كتير جدا. I think we are on the right way with the هو شايف ان احنا ماشيين في الطريق الصح مع اللعيبه الصغيره واللعيبه الشباب. What concerns this wonderful birthday tonight, we wanted these 3 points. بالنسبه لذكرى تاسيس نادي الزمالك طبعا كنا نفسنا في 3 نقط. In the meeting before the game that it's a special day and we wanted to bring in a positive result. اتكلم مع اللعيبه في المحاضره ان ده يوم مهم جدا
But in this case tonight, the positive result is also a draw for us due نتيجه التعادل اللي في الاول to وفي the group الاخر stage. But in لو شفنا future, of course, المجموعه فهي يعني مش وحشه بالنسبه لوضعنا في المجموعه، but of course in future we must win. لكن في المستقبل ان شاء الله لازم نكسب، لازم نكسب ان شاء الله. احمد وجيه كوره بلس. السؤال منقسم لقسمين. احنا طبعا في انتقالات يناير دلوقتي، مستر جروس لسه متولي المهمه طبعا مؤخرا. هل اتكلم مع الاداره في اللاعبين الراحلين والتدعيمات؟ ده اول حاجه. ثاني حاجه، موقف الفريق او الزمالك بعد كمان فوز انيمبا النيجيري النهارده باربع نقط واربع نقط والمصري 5 والزمالك 8. شايف موقف الزمالك ازاي في المجموعه؟ Look, we are not talking tonight about the mercato. النهارده هو مش عايز يتكلم على حته الانتقالات دي خالص. No. Concerning the result, it's quite a clear result, and we are respecting all our opponents. بيحترم كل المنافسين بتوعنا، But of course, we must win our next game. لكن في كل الحالات لازم نكسب ان شاء الله ماتشنا الجاي ايا كان نتائج الفرق الثانيه. So hard work. لازم نشتغل جامد عشان نقدر نحقق ان شاء الله. حضرتك على التعادل النهارده جمهور نادي الزمالك كله بيسأل سؤال مهم جدا بعد اداء النهارده، الزمالك هيعدي دور المجموعات في ثقه كبيره، لكن هل الزمالك هو بطل الكونفدراليه 2025؟ مش هيلعب. All of you, I'm too fresh here again in ما بقالوش كتير في مصر في الولايات الثانيه to give you a concrete answer. عشان يقدر يديك اجابه على السؤال ده. But we try hard to win all our games. Of احنا course. بنحاول نقدر نعمل كل الفوزان عشان نقدر نكسب كل الماتشات ان شاء الله. Now I had 4 games, and from these 4 games, 3 draws. هو لعب 4 ماتشات في 3 تعادلات منهم. I prefer to win the games. طبعا هو يفضل ان هو يكسب.